محمد. هنا من اجل ان يقدموا المتعه للجماهير الكرويه التي دائما ما تحتشد. هنا في مواجهه فريق شباب غزاله. هنا مباراه تبحث عن منتصر. الكره في البدايه باتجاه فيليكس، لكن محمد عصام يخرج يلعب الكره في مكان احمد صابر. احمد صابر يلعب الكره رويه، وصلت الكره الى فيليكس يحاول المرور، لكن احمد زكريا يتدخل في توقيت مثالي. النام وصلت الكره فيليكس، التصويب الله الله، المتابعه الله الله. الكره لا زالت يلعب الكره اماميه، لا زالت المحاوله، لا زال الضغط الكبير، لا زال فيليكس يبحث. يا صباغ يا صباغ، التصويب من جانب البارودي، لكن الكره اخطأت طريق المرمى. يا للكره يا للكره، يا لضغط شباب غزاله، يا للمحاولات التي تبحث عن هدف، تبحث عن مقدمه، تبحث عن مبادره، تبحث عن كره من خلالها يصلون الى اول هدف يكشروا عن نيابهم في البدايه. الكره لصالح البارودي لركله زاويه، هل يسجلون من خلالها؟ الكره وصلت الى الصباغ صاحب المهاره، صاحب المهاره يبحث يسقط، والخطا لصالح شباب غزاله. لا زالت الكره، لا زالت الكره اماميه، المتابعه الله الله. يا للضربه يا للكره من جانب عبد الله، كاد ان يسجل، كاد ان يفتح النتيجه، ان يخص شريط الاهداف، لكن الكره يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. احمد صابر ماذا تفعل؟ فلتكن اكثر رحمه بخصومه. يا للكره يا للكره، احمد صابر التصويب يا رب. الجعفريه يبدأون المباراة الآن، يبدأون المتعة، يحلقون في سماء الإبداع. أحمد صابر يبدأها، أحمد صابر ينغمها، أحمد صابر يبدأ معزوفاته، يلعب الكرة يا صابر يا صابر يا ساتر يا صابر، يا لصابر يا لصابر، يتلاعب يا للتلاعب يا للتلاعب يا للمهارة يا للتدخل. الكرة خارج أرضية الملعب، هنا البارودي يقاتل، البارودي لا يسمح لأحمد صابر من مواصلات ابداعاته واستعراض مهاراته. الكرة أمامية، محاولة التسويق، لا زالت الكرة يا عبد الباسط، لكن الكرة بين أحضاني السيد شعبان. يلعب الكرة يا فيليكس يا فيليكس يا فيليكس، يتقدم أحمد زكريا يضغط، لا زالت الكرة، التصويب الله الله. يا بارودي هذه الفرصة لم تتح لك كثيرا، لم تتح امامك كثيرا، لماذا لم تسجلها؟ لا تعلم قيمة هذه الفرصة، انت لا تعلم قيمة هذه الفرصة. الكرة كانت تفقد الزاوية، لكنك اصرت ان تضرب الكرة في منتصف المرمى. ضاعت الكرة، هل هذه كرة تضيع؟ هل هذه كرة تضيع؟ المحاولة، المتابعة، الابحاث، من جديد عادت الى محمد عصام، يلعب الكرة الى احمد زكريا، عاد من جديد، عاد احمد زكريا لليالي عزه، لليالي مجده، لليالي تألقه. والجعفرية دائما تخرج لنا اصحاب المهارة، اصحاب الابداع، اصحاب اللمسة الخاصة. هكذا الجعفرية ملوك من الملوك الكروية. الكرة وصلت يا صابر، متعني يا صابر، متعني يا صابر، يا لصابر يا لصابر، يا لمهاراته يا للمساته يا لحركاته يا لابداعاته. الكرة وصلت، عادت من جديد. انه النمس، انه النمس، انت نمس كبير يا نمس، انت نمس كبير يا نمس. الكرة وصلت بمكان عادة، لا زالت الكرة باتجاه محمد عصام، يلعب له كرة امامية، رؤية كبيرة، خروج بالكرة على طريقة الكبار الى مرتدة 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 مرتدة، التصويبة، المتابعة، الانهاء، لكن الانهاء لم يكن موجود. الكرة وصلت يا سلام يا سلام يا سلام، لكن التصويبة كانت بعيدة من عبد الله، خارج ارضية الملعب، خارج ارضية الملعب.
الكرة تحولت الى رمية مرمى، رمية مرمى. مباراة كبيرة. غزالة عندما تلعب باي اسم، ايا كان الاسم الذي يتواجد وتتواجد من خلاله غزالة، انهم لديهم الشخصية، لديهم الارث الكبير، لديهم الماضي الجميل. الكرة من جديد وصلت الى الصباغ، يا الصباغ التصويبة، نزلت الكرة المتابعة. الله يا بارودي، مرة اخرى تضيع الكرة، مرة اخرى تودي الفرصة. هل هذه فرص تضيع؟ الكرة وصلت، البارودي صوت، لكن زكريا صارت مقطوعة، صارت مقطوعة. الكرة الى يوسف. اين انت يا يوسف؟ اين قدمك اليسرى التي تمارس بها السحر الاسود، السحر الذي دائما ما يصيب خصومة الارتباك؟ انت الصاروخ الفتاك يا يوسف، لكنه يسقط. الكرة عادت الى فيليكس يحاول عبد الباسط يضغط، الكرة خارج ارضية الملعب. نعم، ثورة كبيرة، حصار كبير، محاولات لا تتوقف. ابحثوا عن هدف، الكرة من احمد اللاعبين حتى عمرو السيد ترغب ذلك يوسف. الكرة امامية، عبد الباسط التصويت. الله الجعفرية ستسجل. يا رب، قلت لكم سيسجلون. انا لم اشاهد المباراة قبلكم، ولكني اعرف كرة القدم، اشم رائحة الهدف، اعرف متى ستأتي الاهداف. نعم، انا اعرف الكرة، اعرف قواعدها، اعرف قوانينها، اعرف كل شيء يخصها. الجعفرية تصوب عن طريق النمس، يتقدمون باول الاهداف. يا للجعفرية نجوم عالمية باقدام ذهبية، يبحثون دائما عن الانتصارات، يبحثون دائما عن التتويجات والالقاب. نجوم كبيرة، اسماء مثيرة. نعم، يستغلون الكرة، يستغلون المحاولة ويسجلون اول الاهداف. النمس يظهر، النمس يحضر، النمس يسجل، يقدم الاضافة. يا يوسف يا للمهارة، يا للروعة، يا لليوسف، متخصص هذا اليوسف في تمرير الكرة من بين اقدام خصومه. الكرة وصلت الى النمس، يلعب الكرة لاحمد صابر، يتوهجون يتألقون وسلامون السماء الكهربية. الكرة وصلت الى احمد زكريا. يا زكريا، يا لوجه القدم، بما تريد ان تذكرنا يا زكريا، بما تريد ان تعيدنا الى زمن نود دائما ان نظل فيه. نعم، زمن تريكا ووجه القدم الخارجي، زمن الايام الجميلة، زمن المهارات الخالدة الاستثنائية. الكرة الى احمد صابر. يا صابر يا منيزي، راح فين؟ الكرة خارج ارضية الملعب الى رمية مرمى. الجعفرية تقدم عرضا جدير بالمشاهدة، يقدمون عرضا رائع. الجعفرية لو حافظت على هذا القوام، على هذا الاسكواد، سيكون لها شأن كبير. الكرة من فيليكس، عبد الباسط يستعيد الكرة. النمس يا نمس، انا ما اقول لكم نمس كبير، يا للنمس، يا للنمس. العاد الينا انيستا مرة اخرى، العاد الينا بيرلو مرة اخرى، العاد الينا تشافي مرة اخرى. هل نرى نسخة لزين زيدان مرة اخرى؟ يا للمهارة يا نمس، يا للروعة، يا لسلاسة ادائك، يا للكرة في اقدامك. لها شكل خاص، لها رونق خاص. الجعفرية تبدع، الجعفرية تقنع، الجعفرية تسحر، الجعفرية تبهر. الكرة وصلت في مكان عدد. يا صباغ يلعب الكرة، الصباغ يبحث، الصباغ يحاول. البارودي يستعيد الكرة من جديد. جمال التصويبة كانت بعيدة يا جمال، الكرة يا احمد يا جمال خارج ارضية الملعب. الكرة الى رمية مرمى. انظر مدافعهم يجيد المراوغة، مدافعهم يتغلب المهارة. يا نمس ارحم خصومك، يا نمس. الظهرة ليست مستعدة لكل ذلك يا الجعفرية. يا للكرة
الثاني سياتي، الثاني سياتي، الثاني سياتي. الكرة لازالت، النمس يستعيد الكرة، المتابعة، الكرة وصلت الى الصفار، لكن التدخل صابر يقدم مباراة كبيرة، الصفار ينطلق، يتقدم، يحاول، لكن احمد عبد الباسط يتدخل، يمنع المحاولة، يمنع الهجمة. نعم، كان هو الحائل، كان هو حائط الصد، كان هو العقبة التي لا يمكن اجتيازها امام محاولة فريق شباب غزالة. الان السقوط من جانب يوسف محرر، الليلة الكبيرة، الليلة العالمية، الليلة التي نرى فيها النجوم الكروية، الليلة التي تتلألأ فيها النجوم في سماء الكروية، الليلة التي نشاهد فيها ابداع كبير، نشاهد فيها قمة حقيقية، نشاهد فيها مهارات الكرة. هكذا هي الكرة التي نحبها، هكذا هي الكرة التي دائما ما نحب وما نود رؤيتها. الكرة وصلت الى الصباغ، هل ستسجل يا صباغ؟ الصباغ يحاول، مهارة كبيرة للاعب كبير لبلد كبير. غزالة يا غزالة، الكرة وصلت، الضغط الكبير من جانب ابراهيم، صارت مرتدة، صارت مقطوعة، التصويبة يسارية من جانب هذا السائر الكبير، السائر الذي لا يهدى، انه احمد صابر، انه نجم الدرويش، نجم نادي الاسماعيلي. نعم، يقدم سيمفونيات رائعة، يقدم معزوفات خالدة، يقدم اجمل الحان الكورة. هنا في تلك الليلة الكبيرة، في ليلة يتغنى فيها اللاعبون باجمل المواويل، يقدمون كرة قدم حقيقية. الكرة من جانب الصباغ، عبد الباسط القائد ينزل الان، الزعيم ينزل الى ارضية الملعب، نعم، ليبث الثقة والامان، ليعيدهم من جديد الى التركيز، ليحافظون على هذا الرتم والايقاع، وليكون هو القائد. الكرة من جديد وصلت، لكن التصدي عن طريق محمد عصام، يلعب كرة امامية، مرتداتهم خطيرة، وهذا النمس خطير، هذا النمس مثير. الثاني سياتي يا نمس، يرحمنا يا نمس، يا نمس، يا رب، يا الله. انها لقطة، انها لوحة كنا نريدها ان تكتمل، كنا نريدها ان تكون في الشباك يا نمس. فعل كل شيء، لكنك لم تفعل الشيء الامثل، انك لم تفعل الشيء الاهم، انك لم تفعل الشيء الذي يخلد. وهل هناك الى الاهداف؟ التصويب يا رب، اللاعب الذي تريد في الموعد الذي تنتظر، ملك الاهداف، ملك التسديدات، ملك الكورة، نجم الكورة، ملك السحر الذي دائما ما تكون لمساته مختلفة، نجم كل ليلة يختار المناسبة، يختار الموعد، يختار اللقطة، يختار التصويب، يختار الزاوية ويسجل الثاني. اي تصويبة، اي كرة عابرة، اي تصويبة خالدة، اي لقطة من لاعب كبير. احمد صابر يا كبير، يا كبير، يا كبير، يا كبير. سهم الجعفرية يواصل ضرباته، سهم الجعفرية يواصل قذائفه، سهم الجعفرية يواصل رمياته. يا للرمية، يا للسهم، يا للسام. الكرة امامية، احمد جمال القائد يقود دفاعاتهم، القائد يتدخل ليحمي مرماهم، القائد يتدخل ليزود عن مرابعهم، ليقول لهم انا هنا من اجلكم، انا هنا احميكم. الكرة من جديد تصويبة، لكن محمد عصام يشارك في ذلك الليلة الكبيرة، يتصدى الجعفرية، يقدمون متعة، الرأسية، الله، صارت مرتدة الى الثالث يا نمس، ستسجلها التصويبة يا رب. ظهر الرجل الذي يحبه الجميع، بالنسبة لهم ليس هناك اجمل من رؤيته يبتسم، يحتفل، عاد من جديد النوم الى لياليه الخالدة ليسجل هدف خالد،
احمد يا صابر، يا احمد يا صابر، الا تهدى، الا تهدى، الا تكف عن ممارسة هذه الافعال التي يعاقب عليها القانون. نعم القانون يعاقب على مثل هذه الافعال. هنا على مرأى ومسمع من حضور في ارض الميدان، الكرة خارج ارضية الملعب، خارج ارضية الملعب، الكرة الى ركلة ركنية، الى ركلة ركنية. المحاولة شباب غزالة يصلون الى اماكن متقدمة لكنهم لا يجيدوا اللمسة الاخيرة. واحمد صابر يواصل 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 يواصل، احمد صابر برفقة النمس ومعهم يوسف محرم. نعم مثلث برمودا المرعب، مثلث برمودا الذي يرعب كل خصم يواجه هذا الفريق الكبير. الكرة امامية وصلت لكنها لا تجد الا محمد عصام. شوط اول ابدع من خلاله فريق الجعفرية ان يسجلون ثلاثية. هنا الصافرة، هنا نهاية نصف الرواية الاول في ثلاثية ساحقة نظيفة لفريق دائما يجيد اللعب على المشاعر، يجيد ان يكتسب تعاطف كل من يشاهدهم، كل من ينضم لهم ولا يكون طرفا في المباراة. لابد ان ينحاز تلقائيا لفريق الجعفرية، فريق الاخلاق، فريق الاحترام، فريق يمارس كرة قدم حقيقية، يمارس الكرة للكرة، يلعب باداء متناغم، اداء رائع، يضم لاعبون كبار على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. بص خش يا صابر صابر صابر. الكرة من جديد، محاولة عدنا الى احداث شوط المباراة الثاني. ثلاثية نظيفة كانت هي محصلة شوط المباراة الاول. الكرة وصلت الى ابراهيم، يلعب له الكرة في مكان التصويب لكن الكرة اصطدمت، غيرت اتجاهها خارج ارضية الملعب الى ركلة ركنية. ركلة ركنية مسكوا ختام مباريات هذا اليوم، مباراة الكبار، مباراة القمة. نعم مواجهة بين الحوشة وبين كفر ابو حسين، مباراة كبيرة، قمة حقيقية، سنستمتع باحداثها، سنشاهد كرة قدم حقيقية. الكرة من جديد، محاولة تأتي الكرة التصويب لكن الكرة خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب الكرة. ولا زال فريق الجعفرية يواصل ضغطه الكبير، يريد أن ينتصر بأكبر نتيجة ممكنة، يعلم جيدا أن فارق الأهداف سيكون له عامل كبير في تحديد صعوده إذا احتاج الأمر ذلك. الكرة من جانب أحمد صابر يا صابر لكن إبراهيم يضغط، الكرة عادت، لا زالت الكرة أمامية، الكرة إلى الصباغ، فيليكس ينتظر الكرة لكن التمريرة، القائد يقطع الطريق، القائد يقطع الطريق، يؤمن ظهرهم. الكرة من جديد وصلت إلى النمس يلعب بكرة لكن الكرة خارج أرضية الملعب. حينما يكتمل صفوف الجعفرية لا أحد يستطيع أن يقفوا أمامهم، لا أحد يستطيع أن ينتصر عليهم، لا أحد يستطيع أن يكون ندا لهم. هكذا الجعفرية عندما تكتمل صفوفها، عندما تكتمل أسلحتها، من الذي يستطيع أن يقارعكم يا فريق الجعفرية؟ من الذي يستطيع أن يكون ندا لكم؟ الكرة أمامية، المحاولة، التصويب لكن الدفاع يتصدى، الدفاع لا يريد أن يستقبل أي أهداف، يريد أن يخرج بشباك نظيفة. الكرة من جانب فيليكس لكن الكرة طالت وزالت خارج أرضية الملعب. دي بره الشام. الكرة من جديد، المحاولة من جانب يوسف محرم. هل يا يوسف سافرت انك لن تسجل في هذه الليلة؟ هذا لما عهدت يا يوسف. هل ستخرج دون ان تسجل؟ هذا ما لا اشاهده من قبل يا يوسف محرم. التصويب لكن الكرة خارج ارضية الملعب، الكرة خارج ارضية الملعب. لاعب كبير اليساري من الذين يجيدون المراوغة، الذين يجيدون التلاعب والاستعراض للفنيات. الكرة من جانب عبد الباسط، يلعب الكرة ليوسف، التصويب ستسجل لكن الكرة تتسجل
القائد موجود لا تقلقون، لا تخافون فقائدكم موجود. قلت لكم انه يؤمن ظهركم، انه يحمي حماكم. الكرة الى الكبير، يا للتمريرة يا للتمريرة، يا للكرة يا للكرة. الله الله، هدف من الاهداف الخيالية، هدف من الاهداف السينمائية، هدف بوشكاشي يا نامس، هدف على طريقة بوشكاش، ينافس على جائزة بوشكاش. يا لكرة النامس، يا لهدف النامس، هدف بوشكاشي، هدف بوشكاشي، هدف للاعب كبير. النمس يسجل الهاتريك، يسجل الهاتريك، يسجل ثلاثية. ليلة تألق النمس على طريقة الكبار، يضع الكرة بثقة كبيرة. أي ثقة تمتلك، أي ثقة تمتلك أيها النمس الكبير. ألم أقل لكم نمس كبير فاحذروا، نمس كبير فاحذروا. إنه يعبث بكل خصم، يعبث بكل مباراة، يعبث بكل قمة، يعبث بكل موعد، يعبث بكل مواجهة. هكذا النمس عندما يقول في فرمته لا أحد يستطيع، لا أحد يستطيع أن يوقفه، لا أحد يستطيع أن يحد من خطورته. النمس الفرمة العالية، إنه شخصية الجعفرية. يا للمسة، يا للمسة، ستسجل، ستسجل. التصويبة تعاندها، المتابعة، الكرة لازالت، الدخول، المحاولة، وقف عدى لكنه يفقد الكرة. لا زالت الكرة، لا زالت الكرة، تعاندك الكرة يا يوسف يا محرم في هذه الليلة، وكأنها لا تريدك، وكأنها لا تريدك. الكرة أمامية وصلت، لا زالت، لا زالت الكرة، لا زالت المحاولة، لا زالت الكرة والدخول، لكن الكرة تجاوزت الخطوط، تجاوزت الكرة الخطوط، واللمسة والنقلة والمتابعة والدخول والوقف، ولكنه يسكت ويربح خطأ في الكرة الماضية. هنا الكرة من جانب فيليكس، فيليكس يتقدم، فيليكس يتعدى، فيليكس انطلق، صوب، يا رب كان لابد ان يسجل فسجل، كان لابد ان يقدم الاضافة فقدم، كان لابد ان يصنع الفارق فصنع. نعم بمجهود فردي كبير فيليكس يعبر عن امكانياته الكبيرة ويسجل اول اهداف فريق شباب غزالة. باتت النتيجة رباعية مقابل هدف. الكرة امامية، المحاولة، الوصول، المرور، الكرة وصلت الى يوسف، يوسف يلعب له كرة يا زكريا، يا زكريا، يا زكريا. انا شخصيا يا زكريا بجانبك اريد ان تسجل، اريد ان اشاهد لك هدفا. انني دائما يا زكريا اشيد بادائه. الكرة والثاني، التصويب، الله الله، عادت شباب غزالة لتتوهج، سجلوا هدفين في دقيقة. انهم لا يستسلمون، انهم لا ييأسون، انهم سيعودون. نعم وان كان الفارق بعيدا انهم يرونه قريبا. ولو سجل الثالث، ولو سجل الثالث، الثالث، التصويبة، يا رب انه فيليكس يجن الجنون، انه فيليكس يجن الجنون. نعم بك يقفون مرة اخرى، بك يواصلون المحاولة، بك يعودوا من جديد الى المواجهة. انت شخصيتهم يا فيليكس، انت قائدهم يا فيليكس، انت زعيمهم، انت كبيرهم، انت صانع افراحهم. فيليكس يعيدهم للمواجهة مرة اخرى، يعيدهم للحياة مرة اخرى. النتيجة بعد ان ظن الجميع انها انتهت، فيليكس يوقفهم مرة اخرى، فيليكس يعيد المواجهة مرة اخرى الى الاثارة، الى التنافسية، الى الندية. رباعية مقابل ثلاثة. يا للمباراة، يا للمباراة، يا للمتعة، يا للمتعة. انخفاض كبير، سقوط كبير. نعم فريق الجعفرية في ورطة الان. يوسف يا يوسف، التصويبة، يا رب هل هدف ام ماذا؟ هل هدف ام ماذا؟ ام سنشاهد عودة الى تقنية الفار؟ نعم العودة الى تقنية الفار ليتابع، ليشاهد. هل هي هدف؟ هل هي هدف؟ كابتن محمود الالماني لديك مهمة لابد ان تنجزها. نعم نريد ان نتأكد اذا كانت هذه الكرة سكنت
حدود المرمى. نعم ننتظر ماذا سيكون قرار الفار، هل سيكون هدف ويعود الجعفرية من جديد الى التسجيل ومن جديد الى تأكيد انتصاره، ويوسف محرم يمضي ويوقع على هدف من اهدافه. قلت لابد ان يسجل. ماذا هناك عاد بسرعة. نعم ننتظر ماذا سيكون، ماذا سيقرر، هل الكرة هدف ام هناك رأي اخر، ام الكرة الى رمية مرمى. الكرة من جديد وصلت، محاولة متابعة، نزلت الكرة لكن خارج ارضية الملعب. لو كانت هدف لسكنت الشباك. الكرة من جديد، التعادل، ضاع التعادل. يا للكرة الإثارة تتواصل، لا زالت المباراة، لا زالت الإثارة، لا زالت الندية، لا زالت التنافسية، لا زالت المتعة حاضرة، لا زالت السخونة حاضرة، لا زالت المباراة في أوج حماسها، في أوج إثارتها، في أوج قوتها، في أوج سخونتها. الكرة من جديد، متابعة، محاولة، مرور، تقدم، من جديد النمس، يلعب الكرة أحمد صابر، التصويبة، لكن الكرة خارج أرضية الملعب. لماذا تعاني بهم الآن؟ ألم تستجيبي لهم في البداية؟ ألم تكوني معهم يا غدارة؟ الكرة من جانب القائد، عادت الكرة إلى محمد عبد الباسط، يتقدم عبد الباسط، يترك الكرة، أعطيه الكرة، يتصرف، هو قادر على التصرف، 1 على 1 يتصرف. الكرة من جديد لكن هناك خطأ. الكرة لصالح شباب غزالة، هل يتعادلون ويفجرون المفاجأة الكبيرة؟ يعودون من بعيد على طريقة البلوغرانا، على طريقة البرصة، امام طريق بنفيكا بالامس، بعد ان كانت النتيجة رباعية مقابل هدفين. عاد البرصة، عاد البلوغرانا، هنا الكرة، يا لعيب يا رب. وان تأخر فانه يعلم طريق العودة، يعلم متى يحضر، يعلم متى يسجل. نعم قد يتأخر في انجاز المهمة لكنه في النهاية ينجزها. التصويبة، يوسف محرم يسجل، الفار الغى له هدف لكنه اصر على ان يسجل، اصر على ان يكون له نصيب من هذه الحفلة. الكرة من جديد، يوسف محرم يسجل الخامس، 5 مقابل 3. اي مباراة نتابع. الكرة من اجل قتل المباراة، هذا الهدف يقتل المباراة. التصويبة لكن الكرة كانت ضعيفة. نعم اخطأوا في توجيهها، كان يريد تمريرها لكن اقدامه خدعته، اقدامه خانته في هذه اللقطة. الكرة من جديد وصلت الى يوسف، يا يوسف، انت ملك المهارة، انت ملك كل ليلة. نعم لا يستطيع نجم ان يبزغ في حضورك، انت دائما نجمك يطغى على الجميع، انت صاحب لمسة خاصة. الكرة من جديد لكنها طالت خارج ارضية الملعب، الكرة امامية، الابعاد، المحاولة، لا زالت الكرة. فريق شباب غزل ايا كانت النتيجة تستحقون الاشادة، تستحقون التحية. نعم لم تفقدوا الامال. التصويبة لكن الكرة تخطئ طريق المرمى. قدموا مباراة كبيرة، قدموا مستوى كبير. نعم كانوا على قدر الحدث، كانوا على قدر المهمة، سجلوا وعادوا من بعيد. نتيجة 4-0 هذه قد تقتل الامال، قد تنهي طموحات، لكنهم باصرار الرجال عادوا. الكرة وصلت الى مرتدة، وصلت الكرة الى يوسف، ملك المهارة. انظر كيف يمر، انظر كيف يراوغ، انظر كيف يبدع، انظر كيف يفعل بفنونه الكبيرة. الكرة خارج ارضية الملعب الى ركلة ركنية باشارة من الحكم الكبير. نعم الكابتن احمد عادل هو نجم يتلألأ في عالم التحكيم، لا هناك حكم يتفوق على الكابتن احمد عادل ايا كان اسمه. الكرة من جديد وصلت، لا زالت الكرة احمد صابر، يا صابر، هذا فيليكس يا صابر، لن تستطيع ان تراوغه بهذه الطريقة. فيليكس صاحب تاريخ كبير، نعم لاعب كبير، نعم
مقبلة. الكرة من جديد وصلت الى احمد عبد الباسط. احمد عبد الباسط يحاول، لا زالت الكرة وصلت من جديد الى يوسف. التصويبة يا وسط كل هؤلاء النجوم يمكن رؤيتك بوضوح. انت نجم النجوم يا يوسف، انت نجم الهجوم يا يوسف، انت صاحب الليلة الكبيرة جدا. يا للهدف يا للهدف، يا للكرة يا للكرة، يا للقطة يا للقطة، يا للانهاء يا للانهاء. يوسف محرم قلت لكم انه لن يتنازل على ان يسجل هدف من اهدافه السينمائية، من اهدافه الخيالية، من اهدافه التي تبقى، من اهدافه التي لا تنسى، من اهدافه التي لا تمحى، من اهدافه التي تسحب البساط من تحت اقدام الجميع. يعني كرة اعادتنا لسنوات التألق، لسنوات العز، لسنوات الامجاد، لسنوات ملوك الكورة على طريقة الكبار. شبهته من الوهلة الاولى بارن روبن في عملية ركله للكرة، في عملية توجيه الكرة، في عملية الار2 التي ابتكرها ابن الطواحين الهولندية ارن روبن. يوسف يعيدنا لذكريات نجم الطواحين، نجم البرتقالي. الكرة لم اعد قادر على الاحصاء الجعفرية، لم اعد قادر على الاحصاء الجعفرية. فلترحموني. نعم النتيجة صارت سداسية، لا يكتفون بذلك، لا يكتفون بذلك. هنا صافرة النهاية في ليلة كانت مجرد بداية يا الجعفرية، كانت مجرد بداية يا الجعفرية. نعم يتقدمون بثلاثية مقابل